السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم كلكم يا رب، ويومكم كده كله هنا وسعادة. عايزة اقول لكم النهاردة ان شاء الله الفكرة بتاعت الفيديو فكرة كده، المفروض ان هي حاجة موفرة، حاجة اقتصادية، حاجة مش مكلفة. هنعمل شوية فطاير كده من الخضار الموجود في التلاجة، وبواقي اي بواقي عندنا، اي بواقي. ممكن ما نعملش لحوم خالص ونخليها كلها جبن، وممكن ما نعملش جبن ونخليها كلها خضار. بصوا الفطاير بتاعتنا طرية جدا، خفيفة، طعمها حلو قوي قوي. والفيديو ده بقى برعاية البنات. الخضار بتاعي كله موجود اهو: بشرة الجزر، قطعت فلفل اخضر، فلفل اسمر واصفر واحمر، وكمان الزيتون اللي احنا مخللينه سوا، قطعت منه شوية. هبدأ هنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهكسر بيضتين واحط عليهم شوية فلفل اسود، وهقلبهم بالمضرب كده، وهضيف لهم كوباية ونص من الحليب. انا معايا كمية الدقيق هي اللي هتحدد لي مقدار السوائل اللي انا بحطها. فانا معايا نص كيلو من الدقيق زائد مج كمان، يعني حوالي 4 مجات من المج الكبير ده. فالاربع مجات دول كل كوباية منهم محتاجة كوباية من السوائل، يعني كل كوباية دي كوباية دقيق قصادها كوباية من السوائل. السوائل دي ممكن احط نصها حليب، ممكن احط النص التاني مية، او ممكن اعملها كلها بمية، اعملها كلها بحليب، براحتك. ولكن عشان هي تكون اقتصادية شوية معايا، فانا حطيت الكوباية ونص الاولانيين حليب، والباقي هكمله بالمية. واحنا مع بعض كده وبنقلب بنضيف الدقيق كوباية كوباية، ولما تختفي معايا وتختلط كويس اروح ضايفة الكوباية اللي بعدها. آم، انتي بالنظر هتشوفي العجينة معاكي. طبعا كل لو يعني مش المفروض تكون سايلة خالص مية، ولا كمان تقيلة قوي ومكتلة يعني. فاحنا بنحط السوائل على حسب هي نازلة معايا ازاي. انا بقى النهاردة المفروض ان انا عاملة يوم مش هشتري فيه اي حاجة من بره. اشتريت الصراحة حاجة واحدة هي الكاتشب، والباقي كله انا طلعته من البيت. استخدمت 3 شرايح من صدور الفراخ، وكان تقريبا معايا 4 صوابع سجق. ممكن استغنى عنهم خالص واعملها كلها خضار مثلا وشوية جبن. ممكن استغنى عن الجبن واحط مثلا بسطرمة. ممكن تبقى خضار بس، يعني براحتك. هي فطاير طيعة وبتقبل اي حاجة اللي انت عايزاه. حطيت بقى معايا على الخليط معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، ونص باكو البيكنج باودر. ده السكر. الملح بقى ما نكترش منه، لان عندي الزيتون مملح، وعندي كمان جبنة رومي، فمش عايزة الملح يزيد قوي مننا. ناخد بالنا وندوق. هنقلب كل الخضروات دي اللي معانا: 3 4 وحدات من الطماطم، على جزرتين، على فلفلتين، فلفلاية صفرة، فلفلاية حمراء كده. وجمعت اللي احنا بنحبه يعني. هبدأ اقسم الخليط بتاعي، عشان الجزء ده هحط فيه الفراخ، والجزء التاني هحط فيه السجق. وهنا رشة جبنة رومي، وهناك برضو رشة جبنة رومي. يعني احنا مش لازم ان الفطاير تكون مليانة باللحوم، لا مش شرط على فكرة. والله اخر حبة اتبقوا، اخر عجينة في الطبق كانت خلاص ما فيهاش بقى، خلصت اللحوم اللي فيها خالص. زودت عليها جبنة رومي، طلعت روعة. هنا بقى انا بوريكم، جيت اعمل الفطاير مش لاقيه طاسه ما بتلزقش. الطاسات بتاعتي التيفال كلها اتجرحت وبقت بتلزق. فسلمى ربنا يبارك لها طلعت لي الطاسه دي من حاجتها. الطاسه دي من كيتش نوفا، واول مره نستخدمها، وهنشوف مع بعض اذا كانت حلوه بتلزق ما بتلزقش، الدنيا هتمشي ازاي. بس هي ما شاء الله طلعت عسوله خالص. دي اصغر واحده في الطقم، وما بتلزقش، الحاجه بتطلع منها بكل سهوله، وعجبتني جدا بصراحه في الاستخدام.
هنا بندهن دهنة زيت وبنبدأ نصب شوية. بس كنت عايزة اقول لكم على حاجة، انا بعد ما عملت اول واحدة حسيت ان العجينة بتاعتها تقيلة معايا، فزودت نص كوباية مية وقلبتها. واجي دي ايه بعد ما زودت المية خففتها شوية علشان ما تبقاش طبقة سميكة في الطاسة. ممكن تحطي معاها شوية بقدونس او شوية كزبرة خضرة. ممكن تبشري معاها مثلا كوساية وتشوحيها مع الفراخ او مع السجق عشان ما تبقاش طعمها ني. بصوا انا غطيت شوية، ايه اللي حصل؟ الحواف بتاعتها كلها اصفرت. معناها كده ان خلاص انا اقلب، والناحية اللي انا الوش اللي تحت ده خلاص هو استوى. بصوا انا خففتها عشان اقول لكم ان ايه القوام بتاعها ما يكونش تقيل قوي. بصوا هنا بقى بنحاول نقلب اتقلبت فعلا. دي انا اللي قلبتها، وهنا ودي ايد كارما دي اللي عدت. هنا بقى عايزه اوريكم هي ما بنعملش طبقه سميكه. بصوا رقيقه ازاي، وادي وحدات السجق والجزر والفلفل باينه فيها. بصوا طبقه رفيعه عشان تستوي ما يبقاش قلبها معجن. بصوا خفيفه جدا وتحسوا ان انتوا بتاكلوا منها كتير، وما شاء الله جميله يعني. الفيديو ده يا جماعه برعايه البنات. سلمى ساعدتني في القلي وبتصور لي، ومريم هي اللي طلبت الاكله، وكارما طبعا طول الفيديو بتزن انا جعانه انا جعانه. بتطلع من الطاسه اهي بكل سهوله. ادهن دهنه بالفرشه خفيفه خالص بالزيت واصب تاني. هنا الخليط هنا كان سميك تقريبا. المقطع ده قبل ما اخفف العجينه بنص كوبايه الميه. بصوا لونها تحفه. واستمرينا بقى واحده ورا واحده. هنا بقى سلمى بتحاول تقلب. عملتها يا جدعان. سمعتوا الفرحه؟ سلمى عملت فيها الشيف براك وقلبت الطاسه نططتها عشان تقلب الفطيره اللي جواها. ولما نجحت عملت فرح طبعا. حبيت اسيب لكم المقطع كده يعني عشان تعرفوا ايه الاجواء بالظبط. ودي كانت فطايرنا النهارده، وبألف هنا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وادعوا لنا، متنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه.